واحد كيتحرك في الدار. في الاول ما استوعبتش، حسيت بلي ساكن بوحدي. غير فكرت شويه قلبي بدا كيضرب بالجهد. عمرك تخلي الكرسي خاوي بالليل حيت ما عرفتيش شكون يقدر يجي يجلس فيه؟ شحال هادي كانوا جدودنا خرجوا شي خرافات وتقاليد اللي كان بابا وماما وجداتي وخوتي كلشي كان كيثيق بهم. فحال مثلا الا دخلت عندك شي فراش للدار، هذه علامه على ان شي واحد عزيز غيجي عندك. فحال مثلا فاش كتطلع فوق شي حيط ولا كتوقف قدام شي حفره كيبقاو يقول لك راه الشيطان غادي يجرك. المهم كانوا بزاف ديال الامثله بحال ما هكا، ولكن اكثر وحده خلعتني هي هذه ديال ما تخليش الكرسي خاوي بالليل. بابا كان كيعاودها بحال شي دواء فاش كنت صغير، وحتى ماما كانت كل مره فاش كتبغي تنعس كتجي تشوف واش حطيت شي حاجه فوق منه، بحال مثلا شي محفظه ولا كتاب اي حاجه. فاش كبرت مبقاوش كيحتاجوا يفكروني، حيت صافي ديك الفكره ترسخات لي في راسي. ولكن واخا هكاك كانت ماما على نفس العاده ديالها. فاش كنت صغير ما كنتش فاهم علاش هادشي مهم لهالدرجه. كنت كنقول زمان حيدتو كاع شنو غادي يوقع. ولكن في تقاليدنا تحيد الكرسي ماشي يحل، حيتاش قال لك خاصك تخلي ديما بلاصه اللي يقدر يزورك. ولكن انا ما بغيتهمش يجيو يجلسوا بالايد. فكره غريبه هذه، ما عرفتش كيفاش بدات. وقال شي واحد بشحال هادي حاول يحيد الكرسي وقعت ليه شي حاجه. ما عرفتش هاد الفكره هذه خربقاتني دير بس ما كنتش كنتسوق لهاد الخرافات، حيت فهمت شنو كيوقع اللي ما كيسمعش الهضره. كاملين عارفين داك النوع اللي ديما غادي يعكس التيار وكيدير غير اللي قال ليه راسو. كاملين عشنا مع هاد النوع هذا، كيبغي يبان فيه واعر الى اخره. هادو كيحسب ليهم راسهم واعرين، ولكن في الحقيقه هما غير عبره للاخرين. حيت في الاخر كلهم ندموا فاش جا الضيف. كان واحد القصه معروفه ديال واحد الدري سميتو احمد ما كانش كيدافع في الهضره ديال الناس الكبار، كان كيعجبو تا هو يمشي عكس التيار. فاش كان مع والديه كانوا هما اللي رادين ليه البال زعما داك الكرسي باش ما يبقاش خاوي. ولكن فاش كبر وشرا ضرب بوحديتو في نفس الزنقه ديالنا في داك الدوار نيت اللي كنا فيه، دار داكشي اللي في راسو. اول ليله مشى تما خلى الكرسي خاوي، يا اما نسى يا اما بغا يشوف زعما واش داكشي بصح ولا كذوب. معاه شفتو النهار اللي شافو كان كيبان ليه عيان ومخطوف. قال ليه بلي كيحس بشي حد معاه في الدار، وخا مستحيل حد الزنقه اللي حنا فيها ولا الدوار مأمن. قال لي بلي كيسمع شي حد كيوشوش ليه في ودنو باش يفيقو، وفاش حال كيحل عينيه ما كيلقى والو، غير شي جاكيط قال لك معلقه في الماريه واش ما كيحسب ليه. ماما كيقول زعما هو كيضحك مسكين، قال لك ماما خافش عليه اش خلات عليا تما ومشات. هكا كان احمد في النهار الاول. مبقاش كيخرج من الدار، والديه كانوا كيدوا ليه الماكله ولكن حالته كتسوء، بحال الا عقلو بحال بغا يبدا يفربل. سيمانه موراها لقاه والديه شانق راسو في الماريه. كانت الصدمه كبيره، ولكن ديك الساعه ما كنتش مآمن 100% بلي الكرسي هو السبب. احمد اصلا كان دري مضطرب، كان عنده اضطرابات نفسيه. ولكن واش انا مآمن ولا لا ما كانش مهم. حتى الدوار كامل كان كيحترم دوك التقاليد ديال ان الكرسي هو السبب. بقيت هكاك سنين حتى بدلت المدينه. الحياه في المدينه كانت في عالم اخر، حسيت بواحد الحريه ما عمرني عرفت. وليت كنخرج وندخل كيف بغيت، درت صحاب جداد، لقيت ستوديو غزال، حسيت براسي، لقيت راسي في ديك اللحظه. ولكن
ديك الهضره القديمه مبقاش محفوره في الذاكره. واخا بعدت بقيت كنطبق دوك القواعد، حيت كنقول مع راسي هادو شقاليد ديالي، ومفكرتش بلي يقدروا يشبهوني حتى لهنا. حتى لواحد الليله رجعت معطل من عند صحاب، كنت شيان بزاف والنعاس غالبني. يلا جيت نتلاح فوق الناموسيه، سمعت الصاك ديالي طاح من فوق الكرسي للارض. عقلي القديم قال النوض هز وعمر الكرسي، ولكن عقلي العيان دايخ قال لي هاني ما غادي يوقع والو، تنشح. كان خاصني نسمع الاحساس الاول ديالي. فقت وسط الليل ظلام، سمعت بلي شي واحد كيتحرك في الدار. في الاول ما استوعبتش، نسيت بلي ساكن بوحدي، غير فكرت شويه قلبي بدا كيضرب بالجهد بحال الطبل ونفسي كتضيق. جمعت الشجاعه ديالي وجلست نص ساعه وانا كنحاول نستوعب شنو هادشي اللي واقع. نضت وقفت شعل الضوء، بقيت كنقلب كوزانه في الصالون، في البيت ما كاين حتى شي حاجه. الزوين في هاد الاستوديو هو انه صغير، يعني ما عندكش كاع فين تخبى، يعني داك الشقرايب ما بعطيهاش. قلبت الكوزانه، جبت الموسيقى كيف قلت لكم، ما لقيت حتى شي حاجه. حتى شفت العلاقه ديال الحوايج، كاع الحوايج كحلين. داكشي ما رديتش البال في الاول، ولكن كان تما واحد المونطو ماشي ديالي، فوق منه واحد الكاسكاد كحله وقدام. هبطت عين الارض وانا مستغرب، شفت واحد الصباط ديال الجلد كبير وكاع عامر بالغيظ. تشمى لحمي كله تشوك عليا وبقيت كنترعب. غوت شكون هنا؟ حتى واحد ما جاو. عيطت للبوليس، قلبو كل القمش، بقاو لي بلي ما كاين حتى شي حاجه. فاش جاو المونطو والصباط غبروا، ولكن لاطراس ديال الغيظ بقى في الارض. البوليس بقاو كيشوفوا فيا بحال الا انا غير حماق ولا واخد شي حاجه، ومشاو وخلوني بوحدي. حاولت نكذب على راسي ونقول بلي غير خايف، ولكن في الاعماق ديالي كنت عارف الحقيقه. شي حد دخل، والغلط اللي درت هو انني خليت الكرسي خاوي. قلت صافي الحل ساهل، الليله اللي من وراها مرت الكرسي بالكتوبه حتى من المجتمع مبقاش عنده فين تجلس. كنت يحسب لي راسي ذكي، ولكن اللي ما عرفشوش هو باللي فاش كتحل الباب اول مره ما كيبقاش الرجوع. هادشي اللي وقع لاحمد. الليله الاولى كتشك في راسي، الليله الثانيه كنت باغي نقول انا داير اللي عليا، عمرت الكرسي ونعس موراها ساعات ديال التقلاب. ولكن اللي ما كتعرفش هو بلي هاد الطيف كيبدا ياكل لك في عقلك. فاش كيدخل مره واحده كيشم ريحتك وغادي يبقى يرجع كل ليله، واخا تسهر واخا تمشي في المشيشه ما غاديش يحبس حتى يدار لك الفرخ حتى تصدى. فقد ديك الليله على الصوت ديال المشاش. الهضره ما كنتش كنفهمها، ولكن كانت قريبه بزاف لودني وصوتها فيه شر كبير. حسيت بيه كيدوز على وجهي، ولكن فاش كنحل عيني ما كنلقى حتى شي حاجه وما كنلقى حتى شي موش. النهار الثالث فكرت نمشي نبات عند شي صاحبي، ولكن خفت ندي معايا هاد اللعنه لدارو. مشيت لواحد الاوضه وانا ناعس، عاود ثاني كنفيق على الصوت ديال شي ضحكات، شي شويش بحال شي حاجه كتحاول تشارك العالم ديالو، كتقول لي اجي معايا حتى واحد ما غادي يفتقدك. انا خشعيت لك طريقك. الصوت كان في كل بلاصه، بقيت بلا ماكله بلا نعاس بلا مشاعر، غير الخوف من انني نولي بحال احمد. رجعت كنتفكر الطفوله ديالي وكاع دوك الامثال اللي سمعت. فكرت في ديك الحيله اللي كتقول بلي الملح كيخرج الضياف الثقال. كانت اخر محاوله ليا. هاد الطيف كان مؤدب لدرجه انه ديما كيخلي صباطو والمونطو حدا الباب قبل ما يدخل للدار.
درت الملح في الصباط اللي كيبانو غبر. ما عرفتش واش هادشي غادي يدوم، ولكن الليله ديال البارح اخيرا نعست بوحدي. دراري الدريات، اللي كنتش اول مره كتشوف هاد الفيديو هذا اللي هو اصلا اول فيديو على القناه ديالي، منساش معك واحد ابوني وكومونتير زوين. انا باقي يلاه بديت، باقي ما كاينش الامكانيات اللي يحسنوا الكادو الجوده ديال الصوت، حتى الكاميرا ناقصه. المهم نحاول ندير لكم شي حاجه من القدام. كنتمنى تفرحوني بشي متابعه وتعليق زوين. شكرا لكم، والقصه الجايه ان شاء الله.